كيك الملح جيب. جيبوا حبات بحارة عرفان، ديروا لهم قرصة ملح، جيبوا كاس كوناكس أصبع مخلطة مليح، ندخلهم مليح بالباتر ولا بالفوي، ومن بعدين نجيبوا نص كاس تحسيت ندخلوه غير بالعقل، بعدين نجيبوا مورفة صغيرة على فاني ليكيد ولا بودر نخلطه، ومن بعدين نجيبوا مورف كبيرة تاع الخل ونخلطو، ومن بعدين نجيبوا نص كاس تاع الحليب محبطة تاع كريم ديسل، اللي ما عندوش كريم ديسل يجيب كاس تاع حليب ناقص سبعتين، نخلطو مليح، من بعدين نجيبوا غربال، نديرو كيس ونص تاع خميرة كيميائية اللي هي 15 غرام مع كاس ونص تاع فارينة، نغربلو مليح، نخلطو الخليط غير بالفوي غير بالعقل، نجيبو المول تاعنا ندهنو لي ديتاي تاعو بالزبدة والفارينة، وبعدين نديروه في سنيوة باش ما يتحرقناش باسكو المول تاعي خفيف، ومن بعدين نفرغو الخليط، كي نفرغوه نخبطوه مليح باش نديغازيو الخليط، ومن بعدين ندخلو الكوشاي تكون مسخنة من قبل ب20 دقيقة، باش نحطوه في الوسط نشعلولو واحد 20 ل 25 دقيقة يطيب، من بعد غير نخرجوه نشربوه بنص كاس تاع حليب، نجيبو 200 غرام تاع لا كريم فريش مع 200 غرام تاع شوكولا، ندوبوهم ونحطوهم من الفوق، ونزينوه بالمكسرات، ومن بعد شاهية طيبة، وماذا بكم نطيبوه في الليل وتشربوا به مع الصباح باش يشرب لكم.